صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد على الجميع، ويا رب سنة جديدة كلها مليانة خير ونسمع فيها أخبار حلوة ويبعد عننا كل الحاجات الوحشة. لينا على العيد وأنا ما عملتش أي سكين كير بقالي فترة، وده لأني كنت مشغولة جدا في تحضيرات الموسم بتاع الكريسماس بتاع ريتاليا. والحمد لله كمان احنا فتحنا أول ستور لينا، المكان في عزبة النخل، شارع مؤسسة الزكاة. استناكم كلكم ونفسي كلكم تيجوا واشوفكم كلكم، لان الفتره اللي فاتت كانت مليانه اوفرز، فكانت الدنيا ضغط جامد. ومجموعه الشعر الجديده عامله نتائج الحمد لله خطيره، فكنت مضغوطه جدا. فتعالوا مع بعض النهارده نعمل سكين كير صح بقى ومن الاخر، علشان خاطر بشرتنا تبقى منوره في العيد. وهقول لكم النهارده على تركايه وماسك خطير، خليكم معايا لاخر الفيديو. فيلا بينا عشان مفيش وقت، يلا. طبعا اول حاجه هلبس دي، نعرف نشتغل براحتنا جدا من غير ما شعرنا يتضايق، لانه لسه برضه هنعمل هير كير. اول حاجه طبعا ان احنا لازم نغسل بشرتنا كويس جدا وتبقى نظيفه قوي. عشان كده مفيش احلى من الغسول الفوم بتاع ريتاليا، اللي يا نهار ابيض الفوم ده الميزه اللي فيه ان هو بيخلي الغسول يتغلغل قوي جوه المسام وينضفها. كمان في ساليسيليك اسيد وهو ملك تنظيف المسامات. كمان في زيت شجره الشاي، في جلايكوليك اسيد خطير تحفه. فلو في اي تصبغات، اي اثار حبوب، في اي حبوب بيظبطها تماما تماما. غير بقى انه رغم كل الحاجات الحلوه اللي فيه دي ما بيسيبش البشره ناشفه خالص. يعني في نفس الوقت كمان في حاجات ترطب البشره وما تسيبهاش مشدوده ولا جافه قوي. ننضف كويس. بصوا اصلا الفوم بيبتدي على طول على طول يدخل جوه المسام، مش وقت في ان انت تبتدي ان انت تدعكيه عشان يدخل البشره. بصوا البشره اتشربت كل الغسول ازاي، بصوا. هروح اغسله بسرعه. بعد كده بقى خلاص نشفت بشرتي، دي استخدم نقطه من سيرم الهيلورونيك علشان خاطر البشره ما تبقاش جافه. طبعا دلوقتي حطيت ريتاليا سيرم هيلورونيك اسيد علشان خاطر ابتدي ان انا اعمل شيرنج لبشرتي. بعد كده هبتدي استخدم الشفرات بتاعه الفلامينجو كبديل للديرما بلانينج، اللي هي بتشيل الشعر الوبري وكمان بتشيل طبقه الجلد الخفيف الميت على البشره، فتديكي افكت كأن الجلد بتاعك بيبي. اهم حاجه ان هي تكون متعقمه كويس جدا، واهم حاجه طبعا ان انتي تمشي مع بتدي نعومه رهيبه. حاجه وانت بتعملي الشافنج ان انت تكوني تتاكدي ان الشفره دي مش بارده او مش تلمه. تاني حاجه انك تكوني طبعا معقماها كويس، دي اول حاجه مش تاني حاجه. كمان ان انت تكوني ما تمريش على المنطقه اكتر من مره علشان خاطر ما تعملكيش التهاب. لو عندك اي منطقه فيها حبوب فتبعدي عنها وانت بتعملي الشافنج. بعد كده بستخدم التونر. دلوقتي بقى هقول لكم على ماسك بيتقال عليه ان هو السر من اسرار المغربيات في الماسكات. ماسك بيتقال عليه ان هو بديل البوتوكس، والحقيقه ان انا اول ما سمعت الكلام ده ما حسيتش خالص، فقلت اجربه الاول وجربته وكانت نتائجه خطيره. انا اول ما عملت الماسك ده حسيت بنضاره رهيبه، وحسيت ان بشرتي مشدوده كده وكاني فعلا عامله جلسه نضاره او عامله حاجه جديده في بشرتي. تعالوا بقى اقول لكم على الماسك ده علشان خاطر تتدلعوا. الميزه ان في الماسك ده مش محتاجه حاجات كتير، هو مكون واحد بس.
المكون ده هو الخميرة. كل اللي هتحتاجيه نص كيس من الخميرة الفورية. هتفضيه كده. ده الكيس اللي انا كنت مستخدماه قبل كده، فده بقيه الكيس. نبتدي نحط عليه شويه ميه صغيرين لغايه ما ندوب فيهم الخميره. انا هحط هنا شويه ميه ورد، لو انت ما عندكيش ميه ورد حطي ميه عاديه. نبتدي نقلب كل ده مع بعض لغايه ما الخميره تديكي الفقاقيع. عارفه زي ما تكوني هتعملي حاجه بالخميره دي ومحتاجه ان انت تتاكدي ان كانت الخميره شغاله ولا لا. شايفين لغايه ما عملت قوام الكريم ده، كانها كريم كده. دلوقتي انا هحط معاكم الماسك. اوكي، طبعا مش هاكد عليكم تاني ان كل حاجه بتستخدميها تبقى متعقمه. خلي بالكم لان انتوا دلوقتي هتبقوا لسه عاملين تقشير لسطح البشره، فالبشره اي حاجه انت هتحطيها عليها هتمتصها بسرعه، فلازم الحاجه تكون متنضفه كويس وتكون متعقمه علشان خاطر ما تعملكيش اي حبوب او ما تعملكيش اي التهاب. بصوا حطوه على كل حاجه. بحطه في كل البشره ما عدا منطقه تحت العين. منطقه تحت العين مش من المناطق اللي انت سهل تحط لها اي ماسك او ان انت تحط لها اي حاجه، لانه البي اتش بتاعتها بتختلف عن البي اتش بتاعت البشره، ونوعيه الجلد اللي موجوده تحت العين جلد رقيق جدا، فمش اي حاجه تحطيها عليه في منطقه تحت العين. انا كده خلاص خلصت وهسيبه لغايه ما ينشف خالص. طبعا انا وقعت خميره على نفسي فتره لحد ما الماسك ينشف. تعالى اقول لكم ايه هي فوائد الخميره عشان تكونوا عارفين ان انتوا بتحطوا اي حاجه على بشرتكم ايه هي الفايده منها. اولا الخميره هي غنيه بفيتامين بي 1 بي 2 بي 3 وكمان بي 6 اللي بيساعدوا في مرونة الجلد وكمان محاربة الشيخوخة. كمان هي غنية جدا بالمعادن زي الزنك والسيلينيوم، والسيلينيوم ده من الحاجات المضادات أكسدة قوية جدا اللي بتقدر ان هي تحارب الشيخوخة وعلامات تمدد الجلد او علامات تقدم العمر. مجموعة فيتامين بي اللي فيها دي بتساعد على الترطيب والحفاظ على مرونة الجلد، بتقلل من ظهور حب الشباب. عشان كده ماسك الخمير ده ليه تأثير حلو قوي، لان زي ما قلت لكم هو مليان بكمية فيتامينات ومعادن حلوة قوي، وكمان مضادات أكسدة زي السيلينيوم اللي كل الناس بتحاول ان هي تاخده علشان خاطر يأخر من علامات تقدم العمر. لسه الماسك منشفش، انا هروح اسيب الماسك شويه كمان وبعد كده هاجيلكم. ده خلاص يعني مش عارفه اتكلم علشان خاطر طبعا هو شدد البشره قوي، فهروح اغسله بسرعه واجيلكم. طيب تعالوا بقى وشوفوا لي حلاوه الماسك. ملمس البشره حلو قوي، البشره نضره ومشدوده. بصوا حلو قوي. في كده هرجع احط الهيلورونيك اسيد تاني علشان خاطر بقى نحافظ بقى على الترطيب اللي فيه البشرة ده، عشان خاطر نحافظ على ترطيب البشرة. طبعا الهيلورونيك اسيد بتاع ريتاليا خطير، لانه مش بس مع هيلورونيك اسيد، ده فيه هيلورونيك اسيد، نياسيناميد، فيه فيتامين بي 5، وكمان فيه الفا اربيوتين. فعايزه اقول لكم انه خطير خطير، ملمسه على البشرة رهيب والإفكت تحفة جدا. كمان ايدي من هنا طبعا بحط كريم لبان الذكر علشان خاطر يعني يدي البشرة الجلوي بقى، ونقفل على الترطيب اللي احنا عملناه. واحنا بنحط المرطب في اماكن كده لازم تتأكدي ان انتي حطيتي فيها المرطب، الاماكن اللي فيها دايما بتظهر الخطوط التعبيرية زي خطوط الزعل هنا او خطوط الضحك.
وكده خلصنا. اقول لكم ان انتوا لو مشيتوا على الخطوات دي وعملتوا كل الحاجات اللي انا قلت عليها في الفيديو، كانكم عاملين جلسه تنظيف بشره ونضاره في البيوتي سنترز. يلا جربوا كل الخطوات اللي انا عملتها في الفيديو وقولوا لي ايه الاخبار. تنويه مهم جدا، كل المنتجات اللي استخدمتها في الفيديو ده كلها منتجات البراند بتاعي، منتجات ريتاليا. تنسوش تعملوا لايك للبيج بتاعت ريتاليا عشان بينزل شويه عروض خطيره، ما بيلحقهاش بيفوتوا كتير. وكل سنه وانتم طيبين.